خوتي خواتاتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة وقضية جديدة. القضية ديالنا اليوم فيها بزاف ديال الأحداث والمفاجآت، وحتى المحققين داروا فيها مجهود كبير باش توصلوا للجاني. وبلا ما نطول عليكم بزاف، اجيو معايا نشوفوا شنو وقع في الحمام د العيالات. القضية ديالنا أحداث ديالها طرات في النواحي ديال مدينة مراكش. أسرة كتكون من 5 ديال الأفراد، الأب والأم وجوج بنات وواحد الولد. البنت الكبيرة الاسم ديالها حبيبة، العمر ديالها 23 سنة، وهي البطلة ديال القصة ديالنا اليوم. هاد العائلة ما فحالهاش، الأب والأم كيخدموا في الفلاحة، يعني ميومين في الضيعات الفلاحية. وحبيبة كانت هي اللي مقابله خوتها الصغار، وكانت مرة كتمشي تعاون باباها وماماها في الخدمة ديالهم. الأم تعرفت على واحد السيدة اللي كانت ميسورة الحال، كانت عندها أراضي فلاحية وكانت عندها واحد الفيرما في هذيك المنطقة اللي تيسكنوا فيها هما. هاد السيدة كانت كتقلب على شي بنت اللي تكون مازال صغيرة وتعاونها في الأشغال ديال الدار. السيدة اقترحت بنتها، قالت لها مرات الدار قول لها دوز عندي ونتفاهم معاها، إلا عجبها الحال مرحبا بها. بالفعل البنت لغت ليه مشات لديك الفيرما عند السيدة، تلاقات بالسيدة قالت لها السلام، راه انا هي اللي هضرات معك ماما اللي كنتي وصيتيها على شي خدامة تعاونك في الدار. السيدة قالت لها واش كتعرفي بعدا ديري الشغل ديال الدار؟ قالت لها كنعرف ندير كل شيء، وراه ان شاء الله الا خدمت عندك راه ما غتلقاي معايا حتى شي مشكل. السيدة قالت لها الا كنتي جايبه معك بطاقة التعريف الوطنية ديالك بداي حتى من دابا ما كاين حتى مشكل، مرحبا بك. وإلا عجبتني خدمتك راه غادي تبقاي معايا حتى تبغي نتيا، وراه غنتهلا فيك. خاصك غير انت تكوني معقولة، راه ما يخصك معايا حتى شي خير. البنت قالت لها مرحبا، غير عافاك راه ما غاديش نبقى نبات، نبقى نجي الصباح بكري ونضل معاك النهار كامل حتى العشيه ونمشي نعس في دارنا. قالت لها السيده ما كاين حتى مشكل، المهم غير تكوني عندي الصباح بكري. تفاهموا على الثمن وبدات البنت بدات خدامه. حبيبه دوزت مع هاد السيده شي عامين تقريبا. البنت وصلت ل 25 عام، وباها وامها كانوا خدامين عند واحد السيد في واحد الفيرما ديالو. وكانت حبيبه كانت كتمشي قبل ما تخدم عند السيده، كانت كتمشي مره لتما لديك الفيرما حتى هي كانت كتخدم فيها معاهم. مول الفيرما سولهم قال لهم بنتكم واش تغبرات مالا مابقاش كتجي معاكم؟ قال لها ودي راه خدمات مع واحد السيده وراه مهليه فيها. قال لهم شحال تعطيها؟ قالوا لا كتعطيها 2000 درهم. قال لهم شوف الا بغات تخدم معايا انا راه غنتهلا فيها، راه عندي واحد الحمام قبل ما توصل لمراكش في الدخله ديال مراكش راه خاصني اللي يقابلو، غنعطيها 3000 درهم ونبقى نديها ونجيبها. وراح الشومه البنت تحرك حياتها في الخدمه ديال الديور. واصلا الخدمه اللي غادي نعطيها في الحمام راه ساهله، غادي غير تقابل وتشد ليا لاكيس ومريضنا ما عنده باس. هذاك الترونسبور اللي كيمشي الصباح لمراكش يجيب ليا الخدامه غيوصل حبيبه، وفي العشيه ملي يرجعهم من مراكش غادي يجيب ما يرجع عاوتاني حبيبه لهنايا. عجبها ليكم؟ الاب عجباتو الفكره، وصلوا الفكره لحبيبه، وحبيبه هي عجبها الحال، خصوصا انها غتخلص احسن من الخدمه اللي احسن من الفلوس اللي كتشد دابا، وغيبقى الترونسبور يديها ويجيبها وما يحكم فيها حتى شي واحد. قالت علاش لا، مزيانه. بالفعل البنت خرجات من عند هذيك السيده اللي في الفيلا وبدات الخدمه ديالها في الحمام. حبيبه دارت علاقات زوينه مع العيالات اللي في الحمام ومع الجيران، ولات محبوبه عند الناس كاملين. ومول الحمام ارتاح ليها وجربها مرارا وعرف بانها ثقه، لدرجه انه ولا تيخلي عندها لاكيس 3 ايام 4 ايام عاد كي يجي يتخلص. كل نهار كيدوز عليها الترونسبور مع 5 ديال الصباح كيوصلها، وكتضل النهار كامل تما وكترجع لدارهم عند شويه 10 الليل عاد كترجع. البنت بقات غاده على هذا المنوال مده ديال 3 سنين تقريبا، ما كاين حتى مشكل. حتى لواحد النهار جا ترونسبور باش يوصلها،
وتيتفاجئ بان حبيبه ما وقفاش قدام الباب كيما موالفه. عيا ما يكلاكسوني ما خرجاتش. الباب ديال الحمام مسدود، الضو ديال الحمام طافي، التليفون ديالها ما تيجاوب، ما كتجاوبش حتى هو طافي. مول الترونسبور سول داك واحد العساس قريب تما من الحمام، قال له عافاك البنت حبيبه، واش ما بانتلكش واقفه هنا كتسناني بحال العاده؟ العساس قال لي ودينا مع 9 ديال الليل ملي جيت راه لقيت الحمام مسدود، ولكن راه بانت لي حبيبه واقفه، جا عندها شي واحد جاب لها شي سخره، ومن تما ما بقاتش بانت ليا. قال له صافي غالبا انا تعطلت عليها، راه تكون شدات شي طاكسي ومشات. مشى فحالو. وصلت 12 ديال الليل، العائله ديال حبيبه تشطنوا عليها، ما دخلاتش للدار. صونوا عليها في التليفون لقاوها طافي. باها وامها مساكن تشوشوا عليها، هي وما يتسناو والو. هنا باها اتصل بهذاك الشيفور اللي كيجيبها، قال له عافاك واش ما دزتيش عند حبيبه، راه مازال ما وصلتش. قال لي ودي راه مشيت انايا مع شي 9:30 تقريبا، لقيتها سدات الحمام وما كايناش. انا سحبني واش جات سبقاتني في شي ترونسبور في شي طاكسي ولا شي حاجه. الليل كله باها مسكين كيحاول يتصل بها، ولكن التليفون كان طافي. مع 7 ديال الصباح جا داك السيد اللي خدام في الفرناتشي، بقى خدام مسكين تيرمي في الحطب في الفرناتشي. حتى شي شويه تيتفكر بان حبيبه ما حلاش الحمام. عيا ما يدق عليها في الحمام ما جاوباتوش. سحب واش هي داخله زعما وساد عليها ولا شي حاجه، الساع والو، السيده ما كيناش. هنا السيد عيط لمول الحمام، السلام عليكم. وعليك السلام. قال له دير الحمام راه مسدود، حبيبه راه ما كيناش. مول الحمام اتصل بمول ترونسبور، قال له واش ما دزتيش عند حبيبه؟ قال له دي راه ما لقيتهاش، راه البارح في الليل ما جاتش معايا، واليوم في الصباح راه دزت عاوتاني وما لقيتهاش، وراه والديها الليل كامل هما تيقلبوا عليها. مول الحمام هز طونوبيلتو ومشى باش يشوف اشنو طاري في الحمام ديالو. حل الباب، دخل، مشى للبلاصه اللي تيبدلوا فيها العيالات، تتيبان له نقاطي ديال الدم. السيد بقى متبع الاثار، دخل البيت الاول، البيت الثاني، تيلقى البنت مسكينه منشوره وفيها بزاف ديال الضرابي بالموس، كميه كثيره ديال الدم. السيد تفاجأ بهذا المنظر هذا، خرج نيشان اتصل بالدرك الملكي. التحقوا رجال الدرك بعين المكان. من خلال المعاينة الأولية المحققين تكتشفوا بأن السيدة فيها بزاف ديال الطعنات بآلة حادة على مستوى البطن، الصدر، الجهة اليمنية ديالها. المهم السيدة فيها بزاف ديال الطعنات، وهذا اللي كان تيوجه لها هذوك الطعنات كانت عنده نية القتل. حاجة أخرى اللي لاحظوا رجال الدرك هي أن الحوايج اللي كانت لابسة كانوا مقطعين عليها، وهذا الشيء كيدل على أن البنت تعرضت لاعتداء جنسي وحشي. تخبرات النيابة العامة بهذه الوقائع، وتعطات للمحققين كافة الصلاحيات كيخولها القانون من أجل البحث في هذه الجناية وتحديد هوية الفاعل والقبض عليه في أسرع وقت ممكن. تهزات الجثة المستودع الأموات. الدرك الملكي بداو البحث ديالهم مع مول الحمام. قال لهم انا مع الصباح ملي عرفت بان الحمام ديالي باقي مسدود، وهذا الشيء علمني به مول الفرناتشي، جيت التحقت مباشره بالحمام، حليته حتى تفاجأت بالوجود ديال هذه الكميه لاطراس بعدا ديال الدم. في الاول دخلت كنلقى السيده مسكينه مقتوله وغارقه في الدم ديالها، وهاد البنت راه مده طويله وهي خدامه عندي. قالوا له رجال الدرك واش ما تسرق لك والو من الحمام؟ قال لهم ودي المداخيل ديال هذا الاسبوع هذا راه كاملين بقاو في لاكيس، شي 3 ايام دابا، شي 4 ايام دابا بالضبط اللي ما خديتش الفلوس ديال لاكيس. قالوا شحال غتكون تقريبا؟ قال لهم غتكون ما بين 4000 5000 درهم. مول الفرناتشي قال لهم ودي انا كنجي معاه 5 ديال الصباح، بديت كنسخن في الحمام، ولكن وصلت 7 وموالفه حبيبه كتجيب لي الفطور، كتجيبو معاها من دارهم وكتعيط ليا كتعطيني. ملي وصلت 7 7 وربع ما جاتش عندي، وتشطمت وطلعت نقلب وما لقيتهاش. لقيت الحمام باقي مسدود. قالوا مول الحمام
العائله ديال هاد البنت فين كاينه؟ عطاهم العنوان اللي تيسكنوا فيه هاد العائله هادي، وتم الاتصال بهم والتحقوا برجال الدرك. سولوهم واش بنتكم معرفه مع شي حد. الاب والام ساكن بحال حاسين بشي حاجه، قالوا الجدرميه عافاك بغينا غير نعرفوا شنو طاري بعدا. قالوا الجدرميه اش نقول لكم، بركه في راسكم بنتكم راه لقيناها مقتوله. نزل عليهم ساكن الخبر بحال الصاعقه، مشاو لمستودع الاموات باش تعرفوا على الجثه. اكدوا لهم بانها الجثه ديال بنتهم. من خلال البحث مع الام اكدت لهم على ان بنتها مخطوبه لواحد السيد وما عندها عداوه مع حتى شي حد. الاب مسكين قال لهم ودي بنتي خدامه ومعاوناني على الزمان، ام الحمام الله يجازيه بخير هو اللي خدمها، بحكم انه تيعرفها ملي كانت صغيره وتيعرفنا حنايا، وراه كان مهلي فيها الله يجازيه بخير. وبنيتي مسكينه راه كانت خدامه غير في واحد الدار، وهاد مول الحمام الله يجازيه بخير اقترح عليها باش تخدم في الحمام ديالو. هنا رجال الدار قالوا له كيفاش كانت خدامه في الديور؟ قالوا له ودي راه قبل ما تخدم في الحمام راه كانت خدامه في واحد الفيلا عند واحد السيده في الفيرما ديالها، وراه مول الحمام مسكين راه شافها كتكرفص داكشي وجابها لعندو. ايوا وهي كانت كتبات تما في الحمام؟ قال لهم لا، كان ترونسبور كيديها ويجيبها. رجال الدراك جاتهم هاد القضيه غريبه وفي شي شكل. شنو زعما هاد مول الحمام تكون عنده شي علاقه بالقتل ديال حبيبه؟ جابوا مول الحمام وبداو تيبحثوا معاه عاوتاني. قالوا له انت فين كنتي الليله ديال البارح؟ قال لهم انا كنت في الفيرما ديالي. قالوا له وشنو العلاقه ديالك بهذيك البنت اللي خدمتي عندك وانت خرجتيها من الخدمه وجبتيها الخدمه عندك؟ زعما ما كاين والو بينك وبينها؟ قال لهم سيدي انا هاد البنت هادي علاقتي بها علاقه عاديه، بحكم انني تنعرف والديها وتنعرف الحاله ديالهم وشحال من عام هما خدامين معايا، وثقه الله يعمرها دار، داكشي علاش اقترحت بنتهم تخدم معايا. وحتى بالنسبه للترونسبور رانا ماشي داير ليها ترونسبور هي خصوصي، ترونسبور راه كيجيب ليا في الصباح بكري، كيجيب ليا خدامه من مراكش كيخدموا عندي وكيرجعهم في الليل. الوقيته اللي تيكون هو غادي يجيب الخدامه تيوصل لبنت الحمام، ومني تيوصل الخدامه في العشيه تيرجع البنت هنا الفيرما، ودارهم راه تيسكنوا غير هنايا. شافوا معاه البرنامج اليومي ديالو وعيطوا لمراتو وعيطوا لولادو، لقاو بان السيد بالفعل ما خرجش ديك الليله من الفيرما ديالو. جابوه مول الفرناطشي قالوا له انت معايش كتجي؟ قال لهم انا الخمسة الصباح تنكون في الحمام، وهذا الشيء رانا قلتو لكم النوب الاولى. قالوا له علاش مشيتي عندها؟ اش داك اللي عندها طلعت تسول فيها؟ قال لهم ودي راه قلت لكم راه مسكينه الله يجازيها بخير كانت كتجيب لي الفطور، الله يعمرها دار، كانت كتهلا فيا وكتحسبني بحال باها، وهذيك الليله معايا ساليتني حتى الخدمه ديالك. قال لهم ودي انا ساليت مع 9 ديال الليل، وديك الساعه راه كانت حبيبه قالت لي راه الحمام راه ما بقى فيه حتى شي حد، حنا غنسدو. بحثوا معاه حتى هو وشافوا البرنامج ديال اليومي ديالو من الساعه اللي خرج فيها من الحمام، ولقاو بان السيد تا هو بعيد كل البعد على انه يرتكب هذه الجريمه. واخا هكاك خداو اذن من النيابه العامه ومشاو داروا بحث في الدار ديالو، داروا تفتيش ما لقاو حتى شي حاجه اللي كتورط هذا السيد هذا. الدرك الملكي حاولوا يوسعوا شي شويه نطاق البحث، مشاو عند داك العساس اللي تيكون حدا الحمام، قالوا له معاش كتبدا الخدمه؟ قال لهم انا تنبدا مع 7 د العشيه. وفي راسك البنت اللي كانت اللي خدامه في الحمام حبيبه لقاوها مقتوله؟ قال لهم في راسي. قالوا له ما لاحظتي والو انت في هذيك الليله؟ ما ودي شفت واحد الوليد راه تيقولوا له كمال، راه جاب شي صخره الحبيبه مع شويه تسعود وقسمين. هاد كمال شحال في العمر ديالو؟ قال لهم شي 27 عام تقريبا. هاد كمال من عطا هذيك الصخره مشى بحالو، من بعد جا مول الترونسبور وانا قلتها له، قلت له راه شفت كمال راه جا عندها وما عطاها صخره ومشى بحالو. من مور هاد الشيء ما عاود شفت حتى شي حاجه. المحققين مشاو جابوا كمال، قالوا له اش كنتي كدير انت حدا الحمام مع التسعود؟ قال لهم حبيبي الله يعمرها دار مسكينه فين ما كتشوفني كتعيط ليا، انا كنتسخر ليها الا خصها شي حاجه راه كنجيبها ليها، ورانا جبت ليها البيض والحليب والخبز، غير عطيت هذيك الصخره ومشيت بحالي. خداو اذن من النيابه العامه وداروا واحد التفتيش في الدار ديالو، حتى هو ما لقاو عنده والو، وتبعوا البرنامج اليومي ديالو لقاو بانه بعيد كل البعد
على ارتكاب هذه الجريمة. لا غد ليه خرج تقرير ديال الطبيب الشرعي تيقول بأن البنت قبل ما تقتل تعرضات لواحد الاغتصاب وحشي، وسبب القتل هو الطعنات الكثيرة اللي خدات في الجسد ديالها. كيفاش هاد البنت ما غوتات، ما سمعات حتى شي واحد ملي كانت كتعرض لهاد الطعنات وهاد الاغتصاب؟ وشكون هو هذا اللي غيغتصبها ويدير فيها هاد الفعله هادي؟ واش كان كيهددها بالموس او لا الحمام كان مسدود وما تسمعش الغوات ديالها؟ التقرير ديال الطبيب الشرعي كيقول انه كذلك انه تلقى واحد الاثار ديال سائل منوي، وكانت كذلك اثار ديال المقاومه، حيث لقاو شي اثار ديال الجلد في الاظافر ديال المرحومه. يعني البنت كانت كتقاوم هذاك اللي كان تيغتصبها. تهزوا عينات من السائل المنوي ومن الجلد اللي تلقى تحت الاظافر ديال الضحيه، ومشاو للمختبر العلمي باش دار لاديهان وتقارن مع المشتبه فيهم. الدرك الملكي استدعاو حتى الخطيب ديال الضحيه، قال لهم البنت كنعرفها مده هادي وانا خاطبها وعارفه بانها خدامه في الحمام، وراني كنت متفق انا وياها منين نديرو العقد ديالنا راه ما تبقاش خدامه في هذا الحمام. قالوا له ما عمرك ما جيتي عندنا هذا الحمام؟ قال لهم اسيدي حنا راه ناس محافظين وكنعرفوا حنا غير العلاقه ديال الزواج، ما عندناش مع ديك السيرواجي. عمقوا معاه البحث لقاوه خدام على راسو وتيبيع ويشري في الحوايج. الدرك الملكي استدعاو مول الحمام، استدعاو العساس اللي تسخر البنت، مور الفرناتشي، شيفور، الخطيب. هاد الناس كلهم تخدات منهم عينات باش تقارن بالعينات اللي تلقات على الضحية باش يتم المطابقة ديالها. وخرج تقرير ديال الطبيب الشرعي، وخرج تقرير ديال هاد التحليلات هادو. العينات غير متطابقة تماما ديال هاد الناس كاملين، يعني مول الفرناتشي، الخطيب، مول الحمام، السيد اللي تسخر حتى واحد ما عنده علاقة بهاد الجريمة هادي. دازت واحد المدة قليلة، جات واحد البنت عند البوليس قالت لهم انا الصديقة ديال حبيبة اللي تلقات مقتولة في الحمام. قالت لهم انا راه حبيبة صاحبتي وعندي عندي واحد القضية بغيت نقولها لكم تقدر تنفعكم في البحث. قالت لهم هذيك السيدة اللي كانت خدامة عندها حبيبة في الفيلا راه عندها واحد الولد، وهذا الولد راه كان مفشش بزاف وكان ديما كيدور بصاحبتي. حبيبة ما كانتش كتحمله، كان تيبغي يهضر معاها بزاف وديما كيبغي يتقرب منها، لدرجة انه جا عندها شي 2 المرات وهو كيجي عندها لحدا الحمام اللي خدامة فيه. وحبيبة اعترفت لهاد صاحبتها، قالت لها راه قال لي يا اما تمشي معايا المهم راه تيهددني وبغاني نمشي معاه بزاف. رجال الدرك ما تعطلوش، مشاو نيشان جابوا ولد مولات الفيلا اللي في الفيرما اللي كانت خدامه فيها الضحيه. منين نقطوا البطاقه الوطنيه ديالو لقاو عنده شي سوابق بعدا في الضرب والجرح، كان مداوز الحبس اصلا. كي جلس قدام المحققين لاحظوا على انه فيه شي اثار ديال القمش جهه عنقه وتحت عينيه. قالوا له هادشي اللي في وجهك وعنقك منين جاك؟ قال لهم ودي راه تعرضوا ليا شي وحدين وكانوا بغاو يكريسيوني وراه دابست معاهم. قالوا وعلاش ما ديكلاريتيش؟ انا واش نقول لكم، ها المهم اللي ما فوتوش فيا شي ضربه خايبه وبقيت بصحتي راه هذاك هو الربح، دعيتهم الله. قالوا له شافكم شي حد ملي كنتو كدابزوا؟ قال لهم لا انا ما شافنا حتى شي حد. المحققين خداو منه واحد العينه من الدم ديالو وقارنوها بالعينات اللي تلقات في الجثه ديال حبيبه. مشات للمختبر العلمي ودات مقارنه مع العينات اللي عنده. المفاجاه ان النتيجه كتقول بانه كاين تطابق، يعني هاد السيد هو اللي قام بالاغتصاب ديال هاد البنت والقتل ديالها. واجهوه بهاد المعطيات ما كان عليه الا يعترف. قالوا له علاش انت قتلتيها؟ قال لهم في هذيك الليله مشيت عندها للحمام، لقيتها لداخل، حلات عليا الباب، بقات عليا بالسبان، قالت لي شنو بغيتيني؟ عطيني باتساع. قال لهم قلت لها راه غير بغيت نهضر معاك. قالت له شوف ما بيني وبينك حتى شي حاجه، عطيني باتساع. قال لهم دفعت عليها الباب ديال الحمام وهي تصرفقني،
ديك الساعة جبت الجنوية اللي كانت عندي وخشيتها فيها، ضربتها جهة الصدر ديالها، جريتها لداخل الحمام تما اغتصبتها. قالوا له واش اغتصبتيها وهي مقتولة؟ قال لهم لا، كانت مازال فيها الروح. ايوا شنو وقع من بعد؟ قال لهم مشيت للمجر، هزيت منه واحد المبلغ كان تما ديال 5000 درهم، وخرجت من الحمام ومشيت بحالي. ومن بعد بزاف ديال الجلسات والمحاكمات وإعادة تمثيل الجريمة تحكم بالمؤبد. الله يسترنا ويستركم، الله يرزقنا ويرزقكم حسن الخاتمة. اللي وصل معنا حتى لهنا ما يبخلش علينا بلايك وشي كومونتير زويون. كان معكم خوكم سعيد، الى اللقاء في حلقة مقبلة ان شاء الله.